طيب الله مساءكم أينما كنتم سيداتي سادتي من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تقديم أكثر من 84 مليون نقفة لإعالة أسر الشهداء. دورة العلوم الاجتماعية في مركز تدريب القوات البحرية. التبرع التوعي بالدم يحقق تطورا مرضيا في مديرية دقم حرب. القادة الأوروبيين يوافقون على ترشيح أوكرانيا ومولدوفيا. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة. وطائرات حربية صينية تخترق أجواء تايوان. من العناوين إلى التفاصيل. قدم فرع العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط خلال عام 2021 والنصف الأول من العام 2022 أكثر من 84 مليون نقفة إعالة لأسر الشهداء. وأوضح مسؤول وحدة الرعاية الاجتماعية في الفرع السيد تيودروس في السهاية أن المبلغ المالي المقدم لإعالة أسر الشهداء جزء من المبلغ المالي البالغ أكثر من 5 مليار و200 مليون نقفة الذي تقدمه الحكومة منذ العام 2004 لأسر الشهداء. كما تبرع الإيطاليون في الداخل والخارج خلال العام 2021 بأكثر من 634 ألف نقفة وزعت على 95 أسرة شهيد في الإقليم الأوسط. وقال فيما يتعلق بعملية تأهيل أسر الشهداء أنه تم توزيع طبليات على 6 أسر شهداء ضغط في مديريات أخرية وبريخ وقال نفحي وربعة سمرة وأبا شاول كلفت حوالي 288 ألف نقفة إضافة إلى تقديم 5000 نقفة لبدء العمل. كما تم تأهيل 7 أسر شهداء محتاجة في مديريات ربعة سمرة وقال نفحي وقدايف بالمواشي والتجارة ما قيمته 10,000 نقفة. ودعم عيني بقيمة 56 ألف نقفة في منطقة ماي عيني بمديرية قدايف. في غضون ذلك امتلك أبناء 56 أسرة شهيد رخصة قيادة المستوى الثاني بعد حصولهم على تدريب القيادة في مدرسة أسمرة للقيادة ودعم عيني عبارة عن أدوات زراعة. تلقى 181 من أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة من 10 مديريات بينهم 53% من النساء دورة تأهيلية في العلوم الاجتماعية في مركز تدريب القوات البحرية في دونغولو. وأوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزانا دوناي في مراسم التخريج التي جرت في 18 من يونيو أن استمرارية ودوام أي تنظيم أو حزب يرتكز على عملية متواصلة لتأهيل أعضاء وقادة أكفاء. بجانبها أوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أهمية تطوير القدرات البشرية توازيا مع التصدي للعدائيات، داعية المتأهلين للقيام بدور طليعي في كل جوانب الحياة. ساهمت الحملات التوعوية التي كانت تجريها لجنة التبرع الطوعي بالدم في زيادة كمية الدم المتبرع به في مديرية دقم حرب. جاء ذلك في مناسبة التبرع الطوعي للدم الذي شارك فيه موظفو الحكومة المدنيين في 14 من يونيو من خلال تقديم 150 كيس دم تحت شعار إنقاذ الحياة التي لا تتعوض بالدم الذي يعوض. وذكر رئيس جمعية متبرعي الدم في مديرية دقم حرب السيد قرماي إسيد رفع وعي السكان حول التبرع الطوعي بالدم وأن زيادة الدم المتبرع به من حين لآخر خير دليل على ذلك. يجري الشرع أن 14 من يونيو اليوم العالمي للتبرع الطوعي للدم تم إحياؤه في مدينة بارنتو على مستوى البلاد. تلقى 56 شابا من حمبرتي في مديرية قالنفح في الإقليم الأوسط دورة تدريبية مهنية ل3 أشهر. وتضمن التدريب الأدب وتصفيف الشعر والمكياج والرقص.
ودعا مدير بلدة حمبرتي السيد العزار قبرهيوت في مراسم التخريج في 23 من يونيو، دعا الشباب للاستفادة الجيدة من التدريب وتطويره بالعمل. بجانبه دعا مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفليه الشباب لتعزيز مشاركتهم في التنمية وتطوير المعرفة المكتسبة بالعمل والجهد. وقدم المتدربون معرضا عكس التدريب المقدم. تبرع الإيثيوبيون المقيمون في إثيوبيا لصالح تنمية صندوق أمانة الشهداء. وأفادت السفارة الإريترية في إثيوبيا التبرع ب 469 ألف بر بمناسبة 20 من يونيو. في غضون ذلك تبرع عمال المؤسسات الحكومية في مديرية نقفة ب 66 ألف نقفة ل 11 أسرة شهيد وأبناء شهداء. أفادت المعلومات الواردة أن الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية التي هطلت في بلدة حقات وضواحيها في 10 من يونيو أحدثت أضرارا على الممتلكات والمنازل. وتسببت الأمطار الغزيرة على اقتلاع أسقف غرفتي مكتب إدارة مديرية حقات وتلف المستندات التي كانت داخل المكتب حسب ما أفاد وكيل وكالة الأنباء الإريترية هناك. كما أضرت الأمطار بالتيار الكهربائي والأشجار. سيداتي سادتي، نتوقف مع فاصل من ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. منحت الدول 27 في الاتحاد الأوروبي كل من أوكرانيا ومولدوفيا صفة مرشح لعضوية التكتل. كما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار، واصفا إياه بأنه لحظة فريدة وتاريخية. بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدوفيا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد يشكل إشارة قوية حيال روسيا. وأشاد ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة النصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي في بروكسل التي استضافت قمة أوروبية بخطوة سياسية صادرة من أوروبا. وتتطلب المرحلة المقبلة المتمثلة في بدء المفاوضات الرسمية موافقة الدول 27 الأعضاء بالإجماع. صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يدعمه المشرعون من كلا الحزبين ويهدف لمعالجة موجة العنف المسلح في الولايات المتحدة، ويتضمن فرض قيود على الحصول على الأسلحة النارية ومليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والأمن في المدارس. وصوت القانون 65 سيناتورا مقابل 33 في مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكد أنه ستتم أيضا المصادقة عليه في مجلس النواب، لكنه يبقى أقل بكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس جو بايدن. وعلى الرغم من ذلك يشكل هذا المشروع سابقة منذ عقود، ويمثل تقدما في نظر دعاة مراقبة الأسلحة. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 22 طائرة صينية اخترقت أجواء تايوان، جاء ذلك بعد أيام من إعلان تايبي اختراق 29 طائرة الصينية من بينها 6 قاذفات طراز H-6 وطائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية منطقة الدفاع الجوي التايوانية. واشتكت تايوان التي تقول الصين أنها جزء من أراضيها من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت أمرا شائعا على مدار العامين الماضيين. وتراجعت العلاقات بين تايبي وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين. وتقول الصين أن تايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي إقليم تابع لها. في الختام لا يسعنا إلا تذكيرهم بأبرز العناوين.
تقديم أكثر من 84 مليون رفع إعالة لأسر الشهداء. دورة العلوم الاجتماعية في مركز تدريب القوات البحرية. التبرع الطوعي للدم يحقق تطورا مرضيا في دق محارة. القادة الأوروبيون يوافقون على ترشيحي أوكرانيا ومولدوفيا. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يقيد حيازة الأسلحة النارية. الطائرات الحربية الصينية تخترق أجواء تايوان. دمتم في أمان الله وحفظه.